الجهاز العجيب ده اول حاجه بتلفت نظر اي حد بيدخل عندي الصيدليه دلوقتي، وحبيت ان انا احكي لكم عنه لان انا شايف ان هو اختراع رائع الحقيقه. الجهاز ده اسمه التكييف الشخصي، وده زي ما شايفين حجمه صغير جدا، استهلاكه للكهرباء صغير جدا، لكن بيطلع برودة معقولة جدا وبيخلي الجو لطيف جدا بالنسبة للشخص اللي قاعد جنبه. الجهاز بيجي معاه ريموت زي كده، هنشغله ونشوف بيشتغل ازاي. كده هو بيشتغل، بيطلع حاجة اسمها شبورة التلج الجاف، زي بالظبط الهواء الساقع اللي انت بتحس بيه لما تفتح باب الفريزر. كده بيشتغل المروحة. جهاز بيطلع هواء ساقع لطيف جدا، ما هوش زي التكييف الصحراوي، احسن منه بكتير، مميزاته اكتر، واستهلاكه للكهرباء اقل كتير جدا من الاجهزة التانية. الحقيقة انا مجربه ليا كذا شهر ومبسوط جدا منه، وشايف ان هو حل عملي وبسيط وخفيف. لو انت مش عايز تشتري تكييف وتدفع فيه 5-6000 جنيه دلوقتي، او مش محتاج انك تكيف المكان كله عشان شخص واحد قاعد بس، هو مناسب بس لمكان يكون فيه شخص واحد بس. الجهاز ده بيتباع عن طريق الشركة بتاعته اللي هي يعتبر المخترع بتاعه والمورد بتاعه. دي العلبة بتاعته. الشركة اسمها، الماركة اسمها لينا او لينا باك بيسموه. بتتصل بيهم بيبعتوا لك الجهاز عن طريق شركة الشحن. وزي ما شايفين هنا دي التليفونات الهوت لاين بتاعة الشركة وخدمة العملاء بتاعتهم. الحقيقة هم محترمين جدا والتعامل بتاعهم مريح، وانا الحقيقة يعني اتعاملت معاهم ولقيت الدنيا سلسة ولطيفة جدا ومريحين جدا في التعامل، تقدر تتعامل معاهم بثقة. والجهاز فعلا لطيف وبيعمل تأثير في الجو وبيخليك قاعد فعلا مش حاسس انك حران، احسن بكتير جدا من المروحة العادية اللي ممكن ناس كتير تفكر انها تكتفي بيها في مكان صغير هي موجودة فيه. لو حد عايز يعرف اي تفاصيل عن الجهاز يا ريت يسألني وانا ممكن اجاوب في حدود اللي انا اعرفه عنه. اتمنى ان انتوا تجربوه وان هو يعجبكم.